السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو هذا بصحة وسلامة. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم خوتي وخياتي جيتكم بوصفة للناس اللي يعانوا من رائحة الفم الكريهة. وصفة طبيعية وفعالة جدا جدا، يعني 100% ان شاء الله بإذن الله. وش تتكون فقط من 3 مكونات فقط. كل مكون فيها عنده قوة خارقة في تطهير وتعقيم الفم. المكونات وش عندي خالتي وخياتي؟ المكون الأول والمكون الثاني المكون الثالث، 3 مكونات وموجودة يعني متوفرة وبسعر يعني معقول والحمد لله. نبدأ بالمكون الأول اللي هو الكركم مطحون. أنا كامل هذه الوصفات هذو جبتهم عيدان وقمت يعني طحنتهم في البيت. هذا الكركم مطحون. من الافضل خوتي ولا خياتي اي اعشاب تستعملوهم جيبوهم عيدان كيما هاك. راح نوريكم من المكون الثاني. جيبوهم عيدان وطحنوهم في البيت احسن واحسن. اذا ما كانش عندكم طحن كهربائي عادي، يعني مين تروحوا عند العشاب تقولوا له اطحنا هذه المكونات في امامنا، يعني قدام عينكم تشوفوهم بعينكم. خاطر كاين مكونات تشروهم هكا كينا غبره ولكن ضايفين لهم، يعني فيهم اضافات، فيهم اتربه، فيهم شوائب، ماشي كيما تجيبوا حاجه طبيعيه من تستعملوها تعطيكم نتائج 100%، نتائج مضمونه. يعني اذا جبتوا الكركم عيدان اكيد مش كيما اللي تجيبوه غبره، ما راحش يكون كيف. والمكون الثاني اللي هو السواك اللي كان يستعملوه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وليكم الاجر ان شاء الله، وربي يرفعكم بها درجات يوم القيامه. هذا هو السواك، هذا يعني بزاف ناس يعرفوا السواك. والمكون الثالث اللي هو الزنجبيل مطحون. ثاني انا جبتو الزنجبيل يعني حب وطحنته في البيت. قلت لكم اذا ما عندكمش طحن كهربائي شوفوا العشاب يطحن هذه المواد هذو قدامكم. هذو 3 مكونات فقط راح يعطوكم نتائج من اروع ما يكون. راح قبل ما نمروا يعني الوصفه راح نتكلم لكم شويه على هذه المكونات 3. المكون الاول اللي هو السواك تاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان يستعملوه بكثره. واش راح يدير لكم هذا السواك هذا راهو يعتبر مطهر طبيعي للفم. وعلى واش يحتوي؟ على مركبات تقتل البكتيريا المسببه يعني اللي تسبب لكم التسوس تاع الاسنان. مليح حتى الالتهابات تاع اللثه هذا السواك هذا، ويحافظ لكم على البياض تاع الاسنان ويعطيهم حتى واحد الانتعاش من اروع ما يكون. واما بالنسبه للمكون الثاني اللي هو الكركم، هذا الكركم راح نتحدث لكم عليه. الكركم يعني الفوائد تاعو راهو مليح للالتهابات وحتى اللثه تاع الفم، ومليح حتى لتقرحات الفم والالتهابات اللي هما يعني لي زافت. واما بالنسبه للمكون الثالث والاخير اللي هو الزنجبيل المعروف، يعني فيه فوائد عظيمه. الزنجبيل هذا يمنع تراكم الجراثيم في الفم ويحفز لكم حتى الدوره الدمويه في الفم تاعكم. هذا الزنجبيل هذا راهو عنده بزاف فوائد، راني ذكرت لكم فقط القله منه. واش راح نديروا؟ على بركه الله نسمو بسم الله. شوفوا قداش يعني الفنجان اللي جبته، شوف يعني صغير بالبزاف، يعني تقريبا قد الاصبع هكاك ولا قل. واش راح ندو؟ راح نتوما استعملوا كيما انا راني مستعمله الخلطه، راني مجدتها، راني فقط امامكم راني نوريكم. استعملوا اصغر ملعقه عندكم. الا كان قل من هذه استعملوها باش ديروا. يعني شوفوا من تجيبوا هذه الاعشاب هذه المكونات مطحونه غطوهم كيما كاكينا واحتفظوا بهم. الوقت اللي تجوا باش تطبقوا هذه الوصفات عاودوا تفتحوا هكذا ونطبقوها نفس الشيء كيما تشوفوني راح نطبقها الان. راح تاخذوا ملعقه صغيره هكاك. لا بغات تاع الايس كريم هذيك اللي ناكلوا بها لا كريم تدو ملعقه. راح نقص لاني قلت لكم كنت استعملت الوصفه راه عندي ديجا هنايا راني مستعملتها هنايا في الكاس هذا. راح ندي فقط كميه قليله. انا نوريكم نتوما استعملوا ملعقه صغيره هكذا. ندو ملعقه صغيره من الكركم
وملعقة صغيرة من السواك هكذا مطحونين كامل على اليد. وندو ملعقة صغيرة من الزنجبيل هكذا. واش راح نديرو؟ راح نخلطوا اولا هذه المكونات الجافه قبل هكذا، خلطوهم مليح مليح حتى يتجانسوا كامل هذه المكونات الجافه. واش راح يدير لكم هذا الخليط؟ هذا الخليط هو اللي يعطيكم يعني اسنان بيضاء ولثه ورديه، وفي نفس الوقت يعني يعطيكم واحد النفس منعش ما شاء الله. اذا كان هذه الوصفه راح تستعملوها مره في اليوم. اذا كان كليتو يعني مثل البصل الثوم اي اكل يعني اللي يدير لكم الريحه في الفم استعملوها مرتين. واذا ما كليتوش استعملوها فقط الصباح، من تنوضوا الصباح من النوم استعملوها الصباح. واذا كليتو كاش حاجه يعني كما قلت لكم فيها اي حاجه بصل ولا ثوم ولا اي شيء فيه الرائحه قويه استعملوها مرتين هكذا. شوفوا راح نضيفوا الماء بكميه قليله، ما لازمش يخدعكم، لازم هذا الخليط هذا يجي يعني وكأنه كريمه. دوك تشوفوا معليش انا اذا درتها جاريه راح نضيف شويه من المكونات الجافه معليش. شفتوا يعني هكاك على بها قلت لكم ما تضيفوش، ضيفوا الماء غير بالعقل. راح نضيف شويه من السواك هكذا. راهي وصفه روعه يعني وصفه ممتازه. هذه الوصفه هذه راهي مجربه ويعني فعاله روعه هذه الوصفه هذه. راح من تستخدموها راح تشوفوا الفرق. ما تنسونيش خوتي وخياتي اللي نقول لكم اللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، اي فيديو نحطه على قناتي يوصلوا خوتي وخياتي. واكيد ماكمش راح تندموا يعني قناه الحمد لله بزاف ناس استعملوا وصفاتي ولقاو عليهم نتائج والحمد لله. شكرهم في التعليقات. يعني وصفات الاجداد وصفات طبيعيه يعني فعاله ومجربه. ووصفه يعني راهي سهله ماشي اللي تعجزوا عليها، ولا استعملوها وراح تلاحظوا الفرق بانفسكم هكذا. شتو راح يجي في عوض ما يعني تشروا معجون الاسنان ولا اشروا معجون في عوض معجون الاسنان راح يشري لكم كامل هذه المكونات هذو لانهم ماهمش غاليين بصراحه هكذا. راح يجي هذا الخليط وكانه كريمه هكذا كريمي كيما المعجون تاع الاسنان، وتحكوا به يعني تحطوه في الفرشات وتحكوا به الاسنان تاعكم عادي كيما هو كيما المعجون الاسنان ولا دونتيفريس. والنصيحه نمدها لكم في الاخير خوتي وخياتي قبل ما يعني نختم معكم الفيديو. النصيحه اللي نمدها لكم الوقت يعني ماشي حتى تستناو حتى يعني تظهر لكم مشاكل ولا اي مشاكل يعني رائحه فم تقرحات يعني في الفم لي زافت اي حاجه اي شيء حتى اللثه مشاكل في اللثه ما تستناوش يعني حتى يصرى لكم مشاكل باش ديروا هذو الخلطات ولا هذه الوصفات. ساعه على ساعه مره على مره خلوا يعني استعملوا هذه الوصفات وخلوا خوتي وخياتي ابتسامه تاعكم مشرقه كالشمس. وفي الاخير نقول لكم ما شاء الله نكون كفيت ووفيت وديروا هذه الوصفه تستعملوها وتلقاو عليها نتائج وتفرحوا بها. وما تنسوش تشاركوها مع خاوتكم ولا خياتكم من ديروا الوصفه هذه يعني تفرحكم. مدوها للناس يعني اللي تعرفوهم اللي شاركوها مع العائله تاعكم. نقول لكم حبيباتي مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله، فيديو قادم احسن واحسن. مع السلامه والى اللقاء.